السلام عليكم. اليوم كنقدم لكم واحد الطريقه ديال التحضير ديال الكيك ديال الشوكولا اللي هو سهل في التحضير بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في تحضير الكيك. يعني ما كيعتمدش هذا الكيك على المهارات الخاصه للشخص بقدر مع طريقه التحضير والمقادير. كتحتاجي في المقادير كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب نفس المقدار، ونفس المقدار كاس ديال السنيده، وربعة ساشيات ديال الكاكاو، وجوج خمارات، جوج بيضات، والدقيق من 4 حتى ل5 د المعالق. بسم الله على بركة الله. وكنحتاجو في هاد الوصفة مولينكس. مولينكس كنديرو بسم الله كاس تاع الزيت ديالنا، كاس تاع الحليب، نفس الكاس استعملتي كاس كبير، كلشي كتستعملي نفس المقدار. كاس تاع الحليب، كاس تاع السنيده، كنزيدو 4 ديال الساشيات ديال الكاكاو، وكنخدموا داكشي كامل في الميكسور مزيان حتى كيولنا كريمي، وكنقصوا واحد الكاس منه. يعني في الميكسور كنديروا 4 ساشيات ديال الكاكاو مع كاس تاع الحليب، كاس تاع الزيت، كاس تاع سنيده، وكنخدموا داكشي كامل في الميكسور. تلقاو ملي نخدم الخليط ديالي في الميكسور كيف ما قلت لكم، بعد ما خدمت هذاك الكاس تاع الزيت مع الكاس ديال الحليب مع الكاس ديال سنيده مع 4 ساشي ديال الكاكاو، كيعطيني خليط بحال هكا كيف كتشوفوا كريمي. كنقص منه واحد نص كاس هو باش غادي نزين الكيك ديالي. من بعد كنضيف له جوج بيضات وجوج خمارات والدقيق. كيف شفتوا خويت الخليط ديالي هنايا، ونقصت منه كاس لاروب اللي زينات الكيك منين طيب. دونك هاد الخليط ديالي كنزيد عليه جوج بيضات ديالي وجوج خمارات، نخدم هاد البيض ديالي مع الخميره مع الخليط ديال الشوكولا ديالي، ونزيد عليهم الدقيق. نبدا نزيد في الدقيق معلقه، جوج كبار وعامرين، 3 4 5 6. نخلط ونشوف. كيف كتلاحظوا الخليط ديالي هكذا كيكون وجد. استعملت فيه 8 ديال المعالق بهذا الحجم للامانه. بالنسبه للناس اللي ما كيصدق لهمش لي كيك، يعني تتكون مقادير مضبوطه بالضبط. وكنتمنى من الله انكم تجربوها. وكاينين شي نصائح على الكيك، يعني الكيك عاوتاني على حساب الدقيق. امتى كتقبط لك العجينه بارفوا تيكون الدقيق تيكون تيتقال، وبارفوا تيكون دقيق خفيف. واخا كتستعملي نفس الكميه ما كتصدق لكش، يعني عينك ميزانك. بالنسبه لي انا للامانه استعملت 8 من هاد المعلقات. واصلا هاد الكيك كتجي شوي شويه هشيشه بحال هكا. غادي نخويها في المول ديالي. هذا هو المول اللي كنستعمل، وغادي نطيبها ان شاء الله. ديجا كنكون مدفيه لو فوغ ديالي، غير مدفيه، ما كيكونش حامي. هذاك لو فوغ ما خصوش يكون عاوتاني سخون بزاف باش الكيك ديالك يصدق. ما يكونش الفران بارد وما يكونش الفران سخون. نخوي هاد الكيك ديالي وندخلها الفوغ ديالي، ونتلاقاو نطيب الكيك ديالنا. الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران كيجي في هذا الشكل. كياخذ من 20 حتى ل 25 دقيقه في الفران ديال الضو. بالنسبه للسيده اللي كانت سولاتني على الكيك عندها فران ديال الضو، يعني هذا طيبته في الفران ديال الضو ماشي فران ديال الغاز. من بعد كناخذوا هذاك نص كاس اولا كاس لاروب اللي خليت من الخليط ديال الشوكولا، كنديرو في الثلاجه. ملي كتخرج الكيكه ديالنا كنخليوها واحد شويه تبرد، وكنزينوها بداك نص كاس اللي بقى لينا، وكنخليوها تبرد في الثلاجه. ومن بعد نقطعوها بصحه وراحه.
كنكملوا الكيك ديالنا كامله من الفوق بالشوكولا، كنخليوها في الثلاجه تبرد، من بعد نقطعوها بالصحه والراحه. بالنسبه لبعض النصائح كنفضل انني نعطيها لكم. بالنسبه لي كيك كتصدق على حسب النوعيه ديال الدقيق، على حسب الطريقه ديال الطياب ديال الفران في الاول ما خصوش يكون بارد وما خصوش يكون سخون، خصو يكون مدفيه ديجا الفران. على الحلان والسدان ما تحليش وتسدي اشاك فوا تطلي على الكيك، يعني عطيه هذيك الان كاردور في الاول، ربع ساعه ديالو في الاول ما تطليش عليها يفضل. علاش كتسخني الفران قبل؟ لان مين كتحلي داك الفران كتنقص درجة الحرارة. ملي كتكوني ديجا مسخنه، يعني هذيك درجة الحرارة اللي كتنقص يلا كتبقى لا طومبيراتور اولا درجة الحرارة اللي عندك كتبقى اللي خصها باش يطيب فيها الكيك، يلا كتبقى هي مع داك الحلان والسدان. ما خصكش تحلي على الكيك ديالك باش يطلع. الطريقه ديال كاينين اللي كيك اللي كيجيو هابطين مناش، كتكون كثرتي فيهم السكر. الا الكيك الا ما كانش نسبه السكر فيها مضبوطه، كتجي الكيكه معلكه اولا مدقصه اولا باللغه ما عرفتش هابطه، يعني ما كتجيش منفوشه. ما تكثريش عاود الزيت بزاف اولا الزبده باش ما تجيش ميدمه، تجي فاصون كتوركي عليها كيخرج داك ليدام منها. تبعي هاد النصائح وان شاء الله غادي يصدق لك الكيك ديالك وكنتمنى من الله انك تجربي هاد الكيك. راه طيب في الفران ديال الضو، ونفس المقادير يقدر يطيب لك في الكوكوط. ورجعي للفيديوهات اللي عندي، وكنشكرك على السؤال ديالك والتشجيع ديالك، وشكرا. الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الثلاجه كيجي في هذا الشكل. كيف كتلاحظوا كنقطعوا على جميع الاشكال، يعني اما مثلثات فضلتي بحال هكا هانتوما كيف كتشوفوا، كيجي شي حاجه اللي هشيشه وبنينه اولا مربعات، لك حريه الاختيار سيدتي. وكنتمنى من الله انكم تجربوا وصفه اليوم اللي كانت كيك بالشوكولا سهله وبسيطه التحضير. وكنتمنى من الله انكم تشجعوني دائما باعطاء جمع لا فيديو على لي فيديو ديالي، وتشتركوا معايا في القناه ديالي. وشكرا للمشاركات ديالكم وتعليقاتكم الايجابيه ونصائحكم دائما كندير بها. وما تنساوش مستمره دائما بالتشجيع ديالكم، ما تنساوش ان التشجيع اساس النجاح. وشكرا الى وصفه قادمه ان شاء الله. وشكرا. صحه